نبتدي بأخبارنا ونبتدي باجتماع تم النهارده ما بين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس. الاجتماع ما بينهم طبعا وما بين الرئيس الجديد دكتور محمد مرسي. الاجتماع كان في مقر وزارة الدفاع. عرفنا أنه تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بإجراءات تسلم مهام منصب رئيس الجمهورية. المشير طنطاوي خلال اللقاء مع دكتور محمد مرسي قال إن القوات المسلحة منذ بداية الثورة حققت هدفها في حماية المصالح العليا للبلاد وإعلاء مبادئ الحرية للشعب المصري اللي صار من أجل الحرية والكرامة. وقال كمان المشير طنطاوي إن القوات المسلحة كانت وما زالت تقف على مسافة متساوية من كل التيارات والقوى السياسية. لقطة مهمة هنتابعها، لقطة هتكتب وهتسجل في التاريخ بكل تأكيد، هي لحظة وصول ودخول دكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب في مقر أو في قصر الرئاسي، مقر رئاسة الجمهورية. لحظة مهمة، لحظة غير مسبوقة بالتأكيد. رئيس سجين أو كان سجينا وقت ما قامت الثورة، والآن هو رئيس مصر، ورئيس وقت الثورة رئيس السابق أصبح الآن سجينا. مفارقة ولحظة تاريخية مصر كلها بتعيشها. أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منذ آلاف السنين لم نتابع ولم نرى هذه اللقطات. رئيس جمهورية يدخل القصر الرئاسي بإرادة وبأصوات المصريين.